اكو شخص يوم من الايام اجاني وحكالي هاي القصة. هو الولد اخوه تاجر وهو فقير ما عنده. قبل العيد بيام يقول رحت لاخوي ردت لي منه كسوة العايث، فيقول من جيت لاخوي اخوي رداني بحكي مو زين، يعني كانما طرده هو. فقال اريد منك تكتب لي هوسة على هاي القصة صارت بي. فانا جسدت الموضوع وكتبت عليه هوسة، وانا كتبت الهوسة صار تقريب سنة، وهسه راح احكي الهوسة. اجت هوسة على بالي راح انا احكيها، سنة صار لها كاتبها ومخليها. هوسة مسنعة بيناتنا العباس كاتبها بيمينه ومحتمد بيها تسقام مسقمها الهوسة. واحد سولفاله ودمعه يتجارى قال اكتب لهوسة يا ابن الحمار. قلت له الهوسة سهلة والتريد يصير، كضيت القلم قمت انجر نجارة ومن سولف هدم نصحينا. قال العوز طقني وسيرت العضاي قبل لا اطب داره قال لي المنجاي. قلت له العوز لجنو جيت لك عناي يا ابن ام العوز الجاباني. اختصر قال بكلامك جاي شنه تريد؟ اولادي هدومها من العام. قلت له وعلي مجبل عيد. هزيده وضحك قال ايش كثر تعبان ما تدري الاخو هذا الوقت ما يفيض ظليت مخوصر ينبار. وش تقولين؟ قال لي المرته يم فلان. قلت له ابن امه انت لو انا غلطان. حكى حكايه يا عالم بيه انا تاذيت مو هسه قبل. قال احنا كنا اخوان وكل واحد خاوم وعياله. رديت على بيت مدنق ومحظوم وطاح بشده خيي بس ورا كم يوم. صاحب نمو وينك علي فزعت قوم. قمت اركض واذكر كلماته. قمت قوة على روحه ورحت متحزم وقلت له اعضاك جاك وابد لا تهتم. اللي رشك بماي اليوم رشه بدم والعايل بالطق رديته. خلصت العلي ورجعت للبيت وتلقت نم جهال قالت انت زين شي خيال راس صياح. وبخيال انا تباهيت وقالت تجيله لو طاح ابن امك تجيله طاح ابن امك تجيله. المونتاج والهندسة الصوتية رائد المحمداوي. العنوان ميسان قلعة صالح. هاتف 0770 55 47 555.